قبل أن تغير الفيديو انتظر بس دقيقة. إن لم يعجبك الفيديو لك الحق في الاختيار. السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بأفضل الأحوال. حلقة اليوم هي عن أركان الإسلام. الحمد لله كلنا كنعرفوها، لكن اليوم قررت أني نذكركم بها. أركان الإسلام هي خمس أركان، وغنقولها لكم بالترتيب. الأولى الشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة، وهما 5 صلوات المفروضة: الفجر، الظهر، العصر، والمغرب، والعشاء. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الركن الرابع صوم رمضان. الركن الخامس حج البيت لمن استطاع له سبيل. والآن غنذكركم بأركان الإيمان، وهي 6 أركان. الأولى الإيمان بالله. ثانيا الإيمان بالملائكة. ثالثا الإيمان بكتبه. رابعا الإيمان برسله. خامسا الإيمان بيوم الآخر. وسادسا الإيمان بالقدر خيره وشره. والآن غنذكركم بشروط الصلاة، وهي 9. أولا الإسلام. ثانيا العقل. ثالثا التمييز. رابعا رفع الحدث يعني الجنابة. خامسا إزالة النجاسة. سادسا ستر العورة. سابعا دخول الوقت. ثامنا استقبال القبلة. وتاسعا النية. والآن أنذكركم بأركان الصلاة، وهي 14 ركن. أولا قيام مع القدرة. ثانيا تكبير الإحرام. ثالثا قراءة الفاتحة. رابعا الركوع. خامسا اعتدال بعد الركوع. سادسا سجود على الأعضاء 7. سابعا رفع منه. ثامنا الجلسة بين السجدتين. تاسعا اطمئنان في جميع الأفعال. 10 الترتيب بين الأركان. 11 تشهيدة الأخيرة. 12 الجلوس له. 13 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. و14 هي التسليمتان. والآن غنذكركم بواجبات الصلاة، وهي 8. الأولى جميع التكبيرات إلا غير تكبير الإحرام. 2 قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. ثالثا قول ربنا ولك الحمد للكل. رابعا قول سبحان ربي العظيم في الركوع. خامسا قول سبحان ربي الأعلى في السجود. سادسا قول ربي اغفر لي بين السجدتين. سابعا التشهيد الأولى. 8 الجلوس له. بيان التشهيد وهو يقول: تحيات لله والزكيات لله والطيبات والصلوات لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله من في التشهيد الأخيرة من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يختار من الدعاء ما شاء، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والآن أذكركم بمبطلات الصلاة، وهي 8.
الكلام العامد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 2. الضحك. 3. الأكل. 4. الشراب. 5. انكشاف العورة. 6. انحراف كثيرا عن القبلة. 7. العبث الكثير المتوالي في الصلاة. 8. انتقاد الطهارة. لابد من حفظ هذه الواجبات والشروط والسنن والأركان، والله ولي التوفيق ولجميع المتابعين، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره. انتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم وتستفيدوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.